على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، احنا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه باذن الله نستمتع بيه كلنا مع بعض. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الرضاعه الحبيسه وازاي نحافظ على الخلفات بتاعتنا، وشفنا الخلفات بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. شايفين الارانب البلدي والفراخ البلدي ياكلوا اي اكل من البيت، دي اوراق لفت والعود بتاع العيدان بتاع اللفت. شايفين الارانب جايين الحاجه دي هم بيحبوها اصلا، هم اتعودوا عليها وبياكلوها بسم الله ما شاء الله. حتى من المكان اللي احنا جايبينهم منهم هم بياكلوا الحاجات دي. وان شاء الله الخلفات بتاعتهم هنعمل لهم كده شويه كده بقى ان شاء الله لما يتموا 15 يوم كده او 20 يوم عشان البرد، ونطلعهم كده ونحطهم في مكان صغنن كده في جنب، ونحط لهم الحاجات دي ونعودهم ياكلوا الحاجات العاديه علشان ما يكلفوناش طبعا علف. بس احنا لازم برضو انا ما اقدرش ما احطش للارانب والفراخ علف. العلف اللي هو بتاع الارانب هو علشان غالي شويه، فاحنا بنقلل الكميه وبنحط لهم اكل من البيت، لان هم عمرهم الحمد لله ما تعبوا معايا من يوم ما جم، ما تعبوش من الاكل ده. فبسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. احنا النهارده فيديو جميل جديد، تابعوه للنهايه ان شاء الله. في ارنبه جميله اللي هي في النص دي بسم الله ما شاء الله ولدت ومدفيه الارانب ومخلياهم بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. بس انا برضو هي مدفياهم وكويسه معاهم وكل حاجه، ما ينفعش ان انا اسيبهم مفتوح عليهم الباب، لازم نقفل عليه، لازم نرضع رضاعه حبيبي. شايفين الفراخ البلدي هناك فين؟ عند الخلفات، فما ينفعش الباب يبقى مفتوح كده بتاع الزير على الخلفات، لازم اقفل الباب ده على الارانب علشان احافظ عليهم. الامهات طبعا مش ساكته، جايبه كل الرمل وحاطاه فوق الخلفات بتاعتها علشان تحافظ عليهم، فانا برضو لازم اقفل عليهم واحط مثلا طوبه ولا اي حاجه. لو ما عنديش طوبه عادي اظبط بس وادخل الرمل جوه المكان. شايفين حتى الامهات جايبين كل الرمل قدامي، مش عارفه حتى اصور منهم ولا عارفه اجيب الزير فيه ازاي الخلفات. شايفين كميه الرمل قدام الزيار، مليين الزيار بالرمل علشان يداروا الخلفات الصغيره. اهي شايفين الام بسم الله ما شاء الله جايه اهي علشان انا فتحت الزير على الخلفات بتاعتها، هي قاعده بتاكل طبعا ومبسوطه بالاكل، فيعني جايه تبص بس على الخلفات كده وقامت راجعه عند الاكل تاني هناك اهي. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك فيها يا رب، ربنا يبارك يا رب للجميع. انا بتمنى من كل قلبي ان كل اي حد يحب يربي ويتابع ويشوف، وانا بعمل اللي بعمله بوريه لكم، ما بخبيش عنكم حاجه، ما بشيلش عنكم، ما بخلش عنكم معلومه، ربنا يعلم. انا بقول لكم كل المعلومات اللي اعرفها عن تربيه الارانب. بسم الله ما شاء الله شايفين الام وحنيتها وجمالها وطيبتها بسم الله ما شاء الله. عندي 5 ارانب ربنا يبارك فيهم يا رب اللهم امين. دي الثالثه الجميله اللي ولدت اهي. شايفين منظر الزير، انا مش يعني لا تعليق، منظر الزير جميل. انا حاطه شويه قش صغيرين، هي طبعا لمت كل القش اللي كان موجود ونتفت اكبر كميه نتف علشان تدفي الخلفات وتدفي ولادها. شايفين بسم الله ما شاء الله ارنبه صحه جمال حيويه بسم الله ما شاء الله، بتاكل وبتشرب، صحتها حلوه قوي. تعالوا كده نطلع بالراحه كده بقى القش بالنتف بكل حاجه ونشوف الخلفات شكلها ايه. ده عمر يوم يبقى انا عندي عمر اسبوع، عمر 4 ايام، عمر يوم. انا وعدتكم وقلت لكم انا عندي خلفات كتير الايام الجايه، لان كل الامهات انا جسيتها بسم الله ما شاء الله كان كلهم فيهم عشار. هي واحده اللي كانت تتاخر عنهم شويه اللي هي الابيض في بني هناك، دي اللي جايه تحت السلكه دي هي اللي بتجري، دي اللي داخله ورا الزيار، هي اللي هتستنى شويه. ان شاء الله باذن الله اعمل لكم حلقه عن الجس، في ناس كتير بتسال عن الجس، اعمل لكم حلقه مخصوص معاها ان شاء الله عن الجس، ونشوف هي عمرها تقريبا قد ايه. بقدر احدد ده من ايه؟ من حجم الخلفات تحت ايدي. يعني مثلا لو حجمهم زي الزيتونه يبقى 10 ايام، زي الليمونه شويه الوسط يبقى دخلنا كده في 15 يوم، ليمونه كبيره دخلنا في 20 يوم. دخلنا بقى في ان احنا حاسين بالعظم وحاسين براس الارنب تحت ايدينا، يبقى احنا كده عدينا ال 25 يوم والام خلاص داخله على الولاده. حاجه جميله، حاجه ممتعه، حاجه شيقه. تربيه الارانب جميله والله ربنا يعلم انا بحب الارانب جدا، بحبكم جدا، واتمنى يا رب كلكم يكون عندكم الخير ده باذن الله. تعالوا كده هوقف الفيديو دقيقه واطلع لكم الارانب دي بره ونشوفهم هم كام ارنب. شايفين بسم الله ما شاء الله شكلهم جميل اهو. ده عمر يوم، هي والده امبارح واحنا بنصور النهارده اهو. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. اهم كلهم ابيض في اسود، واحد اسود خالص والتاني ابيض في اسود اهو. زي ما قلت لكم ده انتاج هجين، ده خط انتاج هجين. انا عملت قلت علشان في ناس كتير سالت وقالت انا عايزين ارانب مثلا بلدي بس يكون ارانب هجين بس يكون صحتها المناعه بتاعتها قويه، المناعه بتاعتها تكون حلوه شويه عن الارانب الهجين، لان الارانب الهجين بتتعب وبتتبهدل على الارض. ده اول خط انتاج هجين عندي ما بين الارانب البلدي والارانب الهجين. الامهات
بلدي صافي، والارنب الذكر هجين اللي هو الكنهله اللي عندي الاسود، بس للاسف هو اتباع خلاص. شايفين بسم الله ما شاء الله 4 ارانب حلوين، خير ورزق وبركه. شايفين حجم الارنب ده؟ الارنب البلدي لما يبقى بلدي اصلي او بلدي بس او بلدي صافي بيبقى حجمه اقل من كده بكتير. ده حجمه اهو، خدنا منه الحجم، وان شاء الله ناخد المناعه في قوه المناعه ومقاومه الامراض، ويبقى كويس معانا وصحته حلوه ان شاء الله. هندخلهم بقى في الزير عشان البرد. انا دايما بخاف ان انا اسيبهم بره الزير فتره طويله علشان ما ياخدوش مني برد ويتعبوا. الام طبعا كل شويه بتيجي تبص عليهم، ما بتسكتش ابدا. انا حاطه حته خشبه كده صغننه، بس برضو ما يمنعش ان هي كل شويه بتيجي تشيل الخشبه. وبسم الله ما شاء الله حتى شايفين بطن الارنب، انا ماسكاه بالراحه كده اهو عشان اوريكم بطنه ما شاء الله راضع وصحته حلوه بسم الله ما شاء الله. كلهم بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. هندخلهم بقى دلوقتي ثانيه، برضو لحظه هوقف الفيديو وادخلهم. بالله عليكم حد يبقى عنده المنظر الجميل ده ويبطل تربيه ارانب؟ ما ينفعش. ربنا يزيد ويبارك. ده طبعا لو الارانب بلد، لا الارانب هجين المنظر ده جميل. المنظر ده لما يبقى على الارض او في السلاكه بيبقى جميل جدا. الام ناتفه ومرضعه الخلفات ومدفياهم كويس قوي، يبقى انا بسم الله ما شاء الله يبقى فيه امل، فيه تفاؤل، فيه خير، فيه فرحه، فيه سعاده عندي، علشان الامهات كلها بسم الله ما شاء الله بدات تولد. بسم الله ما شاء الله، دي واحده، دي الثانيه، دي الثالثه. ربنا يزيد ويبارك. طبعا هنقفل عليه، ما ينفعش نسيب الخلفات مفتوح عليهم ابدا. ده اكتر حاجه مهمه في تربيه الارانب على الارض. حتى في السلاكات لازم اقفل على الخلفات بتاعتي. تعالوا نتابع معاهم وهم بياكلوا برضو، نكمل معاهم الفيديو كده وهم بياكلوا. طبعا الارانب البلدي بتاكل اي اكل زي ما قلت. الفراخ البلدي نفس النظام. ما شاء الله عليهم، صحتهم حلوه، مناعتهم حلوه قوي. لازم انا احافظ عليهم برضو، ما اسيبهمش، لازم اتابع المكان يبقى متدفي وكويس. الايام دي الجو بقى حلو شويه. شايفين الام بتعمل ايه اهو؟ انا بعدت عنها اهو عشان هي ام حنينه وجميله بسم الله ما شاء الله، شكلها يفرح، شكلهم جميل يفرح. بيرضعهم الحمد لله، مدفين خلفتهم، قاعده بتظبط المكان لاولادها اهو بسم الله ما شاء الله. انا حاطه خشب كده، حاجه قديمه من على السطح عادي، ما فيش اي مشكله، بحطها على الزير. هم اصلا ال3 ارانب اللي ولدهم بسم الله ما شاء الله جايبين لي كل الرمل اللي في الاوضه وحاطينه قدام الزيار علشان يخبوا ولادهم ويدفوهم ويخلوهم كويسين معايا. شايفين الام بسم الله ما شاء الله قاعده هي شامه وعارفه مكانهم وعارفه اولادها وعارفه كل واحده فيهم عارفه اولادها بسم الله ما شاء الله. يعني انا قدامها اهو ما بتعملش حاجه، مفيش اي مشكله. حتى انا بشدها كده بتجري اهو بسم الله ما شاء الله. امهات حنينه، امهات طيبه. اما يبقى عندي مثلا نبتين زي دول وذكر بسم الله ما شاء الله يجيبوا لي انتاج، احافظ بقى عليه واطلع واكبر، وممكن ابيع كمان. ان الارانب النهارده غاليه، احسن طبعا 1000 مره من الفراخ البيضاء. اكلها جميل، اكلها لذيذ. اعمل ملوخيه، اعمل اي حاجه انا محتاجاها، اي حاجه عندي كويسه في تربيه الارانب. تربيه الارانب على الارض، تربيه الفراخ، تربيه الفراخ البلدي، تربيه الارانب البلدي، تربيه الارانب الهجين. شايفين الام بسم الله ما شاء الله كلهم نفس النظام كده. قلت لكم هم ال3 جابوا كل الرمل اللي في الاوضه، لموه كله. حتى انا مش عارفه انضف بقالي فتره منهم، لمين كل الرمل وما اناش مفضيين لي الاماكن كلها بسم الله ما شاء الله. يعني بيتهيألي مفيش اجمل من كده، مفيش امتع من كده تربيه اهو بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله حنينين وكويسين وبرضعوا كويس الحمد لله. انا متابعاهم بالاكل ومتابعاهم بالعلف برضو، ويعني بتابع على طول معاكم لحظه بلحظه ويوم بيوم. اي حاجه بعملها بقول لكم عليها. يا رب كلنا نستفيد كلنا مع بعض. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ولاده الارنبه البلدي الثالثه معايا. ربنا يزيد ويبارك يا رب. واتمنى كل الناس تربي ارانب، تربي فراخ، تربي اي حاجه في البيت، كلها خير وبركه ان شاء الله. الفراخ البلد ما شاء الله انا خدت البيض بسم الله ما شاء الله، كل يوم بناخد منهم بيض، لان طبعا متابعينهم بالعلف والاكل والميه والدفء. المكان كويس جدا ودافي والحمد لله. اليومين دول الجو ما عادش بارد. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ينال رضاكم ونال اعجابكم، كنت دايما عند حسن ظنكم. استنونا في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله نستمتع فيها بتربيه الارانب على الارض. اي اخت من اخوات الفضلات تحب تتواصل معايا على تليجرام ارانب الخيل للسيدات على رقم الشيخ سامر 010 646619771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. ويا رب
يكون الفيديو عجبكم واستمتعتم معايا بيه، واكون دايما عند حسن ظنكم. اي حاجه تحبوا تسالوا عنها ابعتوا لي في التعليقات، او اي حد على التليجرام، اي حاجه محتاجينها باذن الله هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. اي حد برضو يحب يحجز سلالة بطاريات اهلاف ادويه على رقم الحجز 010 646 19771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.